السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ اهلا بيكم في قناتي سهير ستايل. النهارده هنعمل مع بعض التابلوهات اللي موجوده دي. ان شاء الله الفيديو يعجبكم ويكون سهل عليكم. انا بحب الجزء ده من البيت جدا لان انا عامله كل الديكورات اللي موجوده فيه بنفسي ومنزله معظمها معاكم على القناه هنا. ان شاء الله الفيديو يكون سهل ويعجبكم. اول حاجه هنطبع الصوره بالمقاس اللي احنا عايزينه. المقاس الصغير مقاس الورقه العاديه ده اسمه مقاس A4، اما المقاس الاكبر شويه هو مقاس A3 اللي هو مقاس التابلو ده. وفي مقاسات تانية كتير. انا طبعا هنزل لكم الصور دي واكتر منها، اللي هي معظم الصور اللي موجوده في السوق دلوقتي هنزلها لكم على البيج بتاعه الفيسبوك عشان لو حابين تطبعوا منها حاجه يعني وكده. اول حاجه هجيب الصوره بتاعتي وهقص الجزء الزياده بتاع الورقه، يعني عشان ما يبقاش فيه الجزء الابيض اللي في الجنب ده، تبقى الصوره بس. وهقص قطعتين كرتون نفس مقاس الصوره اللي انا عاملاها، مش ازيد سنتي ولا اقل سنتي، هي مقاسها بالظبط. وبعدين اخد واحده منهم واعمل فيها فتحه من الظهر كده عشان ابقى اعلق منها لما اخلص خالص. باي حاجه عندك هتعملي الفتحه دي. وبعدين اجيب غيره خشب وابدا الزق قطعتين الكرتون في بعض. هنلزقهم في بعض بالغيره كويس كده، نحط حبه غيره حلوين على واحده منهم ونجيب التانية ونلزقها فوقها. انا بطبق لكم على ورقه A4 لكن انا عامله لنفسي ورقه A3 اللي هي حجم التابلو اللي احنا بنشتريه عموما، اللي هو الحجم الاكبر شويه. كده لزقناهم ونشفوا مع بعض. هجيب بقى اي ورق خفيف عندي، ده ورق كرافت بيجي من المكتبه، ممكن تجيبي ورق جرايد، ممكن مناديل، اي ورق خفيف عندك عشان نلزقه على الجوانب بتاعتها. هنجيب غيره ونبدا نحطه على الجوانب بتاعه الكرتون كده عشان الجنب ده ما يبانش، ونحطه فوقه الورق الخفيف بتاعنا عشان نلزقه بالغيره دي. نحطه كده ونمشي ايدنا عليها كده عشان ايه يلزق كويس. ومن الجنبين برضو هنبدأ نلزقه بالغيره. كل الجوانب طبعا هنلزقها بالورق الخفيف ده عشان ما يبانش جوانب الكرتون وفي نفس الوقت القطعه تبان ناعمه في الاخر بالشكل ده كده. عملتهم كلهم، عملت كل الجوانب يعني. ده الدهان اللي انا بستخدمه، وريتلكم في كل الفيديوهات قبل كده تقريبا، هو ده اللي بستخدمه على طول. ادهن طبقه باللون الابيض. الطبقه دي فايدتها ايه؟ ان هي بتظهر الصوره. لازم تدهني طبقه باللون الابيض علشان تبين الصوره بتاعتك. الكرتون لونه غامق فالصوره ما تمتصش من الغمقان بتاعه دوت ويبقى لونها مقفول كده، لا لازم نعمل باللون الابيض الاول عشان الصوره تظهر. وما ننساش الجوانب طبعا ان احنا ندهنها. بعد كده ده الورنيش المائي هو اللي هلزق بيه. الحاجات دي كلها بتيجي من عند بتوع البويات. هنجيب الورنيش المائي كده ونبدأ نمشي طبقة خفيفة على قطعة الكرتون اللي احنا عملناها كده من فوق، علشان لما نيجي نحط فوقها الصورة تثبت. هي طبقة خفيفة بس، ما تكتريش عشان ما تكلكعش تحت، لا طبقة خفيفة ناعمة كده بس. وبعدين بقى نجيب الصورة بتاعتنا نبدأ نظبطها كده من الجنب على المقاس بالظبط. انا كده بلزقها بالطول اهو، انتي ممكن تلزقيها بالعرض وهيكون احسن كمان لو لزقتيها بالعرض. ونبدأ نمشي على حتة حتة في الصورة علشان ما نخليش اي فراغات هوا موجودة تحت الصورة. هنمشي عليها كده بالراحة حتة حتة بالراحة جدا. ولو في اي فراغات طبعا نطلعها، وما تعديش لحتة قبل ما تكوني متأكدة ان الجزء اللي قبلها ما فيهوش اي فراغات هوا، ونمشي عليها كده كويس. انا هحط لكم لينك البيج بتاعه الفيسبوك تحت الفيديو عشان لو حابين تاخدوا منها الصور وكده تدخلوا على البيج بتاعتنا. ونمشي كده عليها لحد ما نخلص الصوره كلها. بعد ما حطيت عليها كلها اجي على الجوانب واعمل عليها بايدي كده عشان ايه تندمج مع الاطار نفسه وهي لسه مبلوله، علشان تبان هي والاطار حته واحده، ما تبانش كانها صوره كده. وبعدين احط برضو شويه ورنيش مائي في الاخر يعمل لنا طبقه حمايه بقى من الميه بقى والعوامل الجويه بقى والاتربه والحاجات دي كلها، يبقى عليها طبقه الحمايه بتاعتها. شويه ورنيش مائي حلوين كده ونمشيهم عليها، بس توزعيهم حلو عشان ما يفضلش بقى مجير عليها ولا حاجه، لا طبقه كويسه كده. ولما ينشف هيكون معانا بالشكل ده. وده الشكل النهائي بتاعنا. يا رب يعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.